السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. ايه رأيكم بالفول؟ جبت لكم بقى بالسحور، دخلنا على الجامد قوي. شوية فول كهرمون، عايزة اقول لكم هيعجبوكم بطريقة فظيعة، هيحبوا. كل اللي هيدوقوا يقول لك تسلم ايدك بجد. بس قبل ما نبدأ الفيديو، انا نوع ودي قناتي، اتمنى يا رب تعملوا لايك وتعملوا وتشتركوا في القناة عشان كل جديد يوصل لكم، تعملوا شير كتير كتير كتير. وقبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا، يلا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ بسم الرحمن عشان نعمل احلى شوية فول. بصوا وانا بغمسه، بصوا ما شاء الله. عايزه اقول لكم كمان اللي احنا هنعمل الفول بتاعنا النهارده من غير ولا عدس ولا طماطم ولا جزر ولا اي حاجه خالص. مكون واحد بس بسيط هنحطه عليه هيخليه في حته تانية. بس اهم حاجه اللي احنا نجيب فول من عند العطار، ده فول من عند العطار، فول جديد. نقول له عايزين فول جديد نص كيلو، ده نص كيلو عادي. عايزه اقول لكم ما شاء الله هيعمل معانا كميه حلوه جدا. بس روحي قولي له انا عايزه نص كيلو فول جديد. طبعا مريم ورقيه هتلاقوهم في كل الفيديوهات بعد كده عشان خدوا الاجازه، بس هم طيبين فهم زهقنا. نقيته كويس، اي حاجه يكون فيه اي يعني فوليه مش عجباني، اي قش اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله هو جميل، تحس ان هو لونه ايه، فيه خضار لسه، دي خضار اللي هو يعني مزروع كده. غسلته كويس بقى ونقعته وهسيبه 12 ساعه. 12 ساعه هنا من بالليل للصبح يا حلوين. من بالليل للصبح، كل ساعتين ثلاثه كده وانت قايمه تشربي ولا حاجه وقايمه تبصي على الولاد، غيري عليه الميه عشان الميه بتاعته تبقى صافيه كده وجميله. ما شاء الله زي ما احنا شايفين. عايزه اقول لكم اللي هو هينفش وهيبقى فظيع، هيبقى جامد جدا، بس يبقى غطيه كده. ما شاء الله كان تاني يوم بقى معانا، هو لسه منقوع في الميه بتاعته. هصفي منه، اهم حاجه اصفي منه الميه بتاعته ده كده. ومتدوسي عليه، بصي هندوس عليه كده تحس ان هو طري، والقشره كمان طريه بتتقطع بسهوله، مش قاسيه. ده اللي احنا ايه عايزينه. والمكون بقى اللي احنا هنحطه معانا السحري اللي هيدي الفول بتاعنا طعم جميل جدا، احلى من طعم العدس. انا لما باكل بحط الفول على العدس بحس ان انا باكل عدس مش باكل فول. انما الغله اللي هي البليله بتاعت البليله كده كده احنا هنجيبها عشان نسحر بيها. فهناخد منها معلقتين كده كبار زي ما انتم شايفين. هغسلهم كويس وانقعهم كمان كويس جدا. قصدي هغسلهم كويس جدا من غير نقع ولا حاجه. وهنقيهم واحطهم بقى على الايه، على الفول بتاعنا وهو بيتسلق وهو بيستوي عادي. وهنا معايا معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره بودره زعفران. لو عندك كركم حطي كركم، ما فيش مشاكل، هي دي عادي، بس دي عشان كانت عندي. نغسل بقى الغله بتاعتنا وننقيها كويس ونحطها بقى ايه مع الفول كده. حطيناها اهو، ننزل بقى الفول. كنت عايزه اعمل لكم حركه هنا يعني بس وقع مني. فين اللايك يا حلوين؟ احلى لايك بقى لاحلى نوع. يلا حطي اللايك بسرعه عشان حاسه ان انتي نسيتي. بصوا بقى ما شاء الله، حطينا الكركم وحطينا الغله وحطينا البابريكا، يعني حطينا كل ايه الحاجات الجميله. وهنحط كمان ليمونه كده، عصرنا ليمونه كبيره حطيناها. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا الفول تحت خالص ازاي، والحله مليانه ميه. الحله ولا هتسود ولا اي حاجه خالص. بصوا ما شاء الله هي هتغلي كده معانا اهي. هنسيبها تغلي وتاخد غلوه واتنين وتلاته. بصوا النار واطي خالص وانا سايباه يغلي براحته، مش معليه النار عشان ايه ما يغليش. عقبال بقى ما يغلي هنعمل ايه؟ هناخد الغله بقى عشان نعمل احلى بليله. هناخد الغله بقى بتاعتنا الحلوه دي، هنغسلها وننقيها وايه ونحطها وننقعها في الميه لمده 3 ساعات. 3 ساعات هنا 3 ساعات. الغله بتتعمل 3 ساعات والفول 12 ساعه. ماشي يا حبايبي. حطيتها اهو في الحله بتاعتها، وهوطي عليها برضو واسيبها تغلي خالص مع نفسها اهو. شايفين هي بتغلي، هسيبها كده تاخد غلوتين 3 وبعد كده اغطيها واسيبها بقى ايه تعمل. بصوا بقى عشان ناخد الفول الحلو زي بتاع بره ويبقى التسويه بتاعته بسرعه وناخده اكننا عندنا حله البريستو او حله الضغط، هنحط الكيس الحراري. عارفين ان احنا بنسوي فيه الفراخ او البطه او الحاجات دي. او لو عندك فويل ممكن تعملي بيه، بس انا حبيت الكيس الحراري النهارده عشان بجد يعني متوفر في كل بيت. هنغطي بيه، هتبقى الحله مكموله ومش هنفتح عليها لمده ساعه ونص. وتزودوا الحله الميه زي ما انتم شفتوها كده، المنسوب اللي انا وريته لكم فول تحت والميه تبقى. عايزه اقول لكم ان انا ما زودتش اقسم بالله نقطه ميه عليه من ساعه ما حطيت الميه لغايه ما طفيت عليه بعد 5 ساعات. كانت هي نسبه الميه اللي انا حطيتها. شوفوا الميه قلت ازاي. ده كده كان بعد ساعه ونص. فتحت عليه بصوا ما شاء الله والله من بعد ساعه ونص كان بدأ يستوي اصلا. كان دخل خلاص في السوا، بس انا اللي سبته عشان بحبه يبقى مهري شويه. يعني ممكن كمان 4 ساعات ولا 3 ساعات ونص يبقى زي الفل معاكي. عشان خاطر الكيس اوعي تنسي الكيس تحطيه وتكمريه كده كويس زي ما انا عملته. حطيته فتحتوش ولا حاجه، حطيته وحطيت عليه الغطا. بصوا شكل الفول ولا اسود ولا اي حاجه خالص، ما شاء الله عسل. وكده كان الفول بتاعنا عدى عليه ال5 ساعات بتوعنا وكان ما شاء الله استوى. بصوا بس كان سخن ومكنتش عارفه امسكه. بصوا حتى القشره دايبه دايبه ما شاء الله. حاجه كده كان في منتهى الجمال، ولا لونه والله ولا اسود ولا اي حاجه خالص. متفتحيش عليه كتير
عشان خاطر ما يسودش يعني. ساعه ونص، وانت طبعا متاكده على الميه وعلى نار هاديه يغلي مع نفسه بالراحه. وبعد كده توطي النار تاني اهدى من اللي انت كنت موطيها الشمعة. بعد ما استوى هجيب بقى ايه معلقتين كده كبار نشا، وادوبهم كده في شويه ميه ساقعين، طبعا لازم ميه ساقعه مش ميه سخنه، وهنزل بيهم على الفول بتاعنا. ليه يا نوع هتحطي النشا؟ عشان يديني المطه الحلوه بتاعه الفول، مبقاش الميه بتاعته صايصه كده، لا الميه بتاعته كده تبقى جميله، وتبقى ايه، وتبقى فيها زي ايه يعني مطه كده حلوه زي احنا بنشتري كده الفول. بس لازم اهم حاجه ان الفول بتاعنا يغلي كده زي ما انتوا شايفين. لازم اوعي يعني اوعي تدفع الفول قبل ما يغلي الغلوه دي. بس كده في الوقت ده ممكن نعلي على الفول عادي بقى، خلاص هو كده استوى اصلا يعني وخلاص، عشان خاطر ايه يغلي معانا بالنشا. بس كده هقلبه كده تقلبتين لغايه ما اتاكد ان النشا بتاعنا كله داب بقى كده وخلاص كده ما شاء الله. عايزه اقول لكم لما بتهرس ولا البليله بتبان ولا النشا بتبان ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله، بصوا العسل، بصوا شكل الفوليه نفشت ازاي وبقت جميله، والحباب حبتها وما شاء الله مستويه. عشان خاطر احنا نقعناه صح وسويناه كمان صح، نقع 12 ساعه وحطينا عليه الكيس الحراري، واتفتح عليه بعد ساعة ونص من قيمة التسوية بتاعته. قبل كده ما تفتحيش وحطي المية زي ما قلتلك اعلى من يعني لو يعني مثلا الحلة من تحت فيها الفول يبقى اكتريتها فيها مية من فوق زي ما انتوا كنتوا شايفين كده. انا هحطها ازاي. هنعمل بقى ايه شغل بقى المحلات، هنجيب بقى الاكياس بتاعتنا ونعبي. طبعا احنا هنعبي امتى يا نوع؟ لا بعد ما يهدى كده بساعة، بس لازم يبقى دافي عشان ما يجمدش معاكي في الحل. يعني يبقى دافي تبقي مستحمله ان انت تحطي صباعك فيه. حطي صباعك واستحملتي، بس ساعتها تبداي ان انت ايه تعبي ويبرد خالص، وبعد كده دخلي التلاجة بقى خلاص. ماشي يا حلوين. هنعبي بقى عبي على قد الاكله اللي انت هتاكليها. يعني ما شاء الله شوفي الكيس ده احنا ممكن نجيبه من بره بخمسة جنيه دلوقتي الفول، ويمكن كمان ب10، في اماكن بيبيعوا ب10. ما شاء الله احنا عايزه اقولك الكيس ده يعني يكفينا يومين انا يعني انا وهنا يعني الاسره بتاعتنا. ما شاء الله اللهم بارك يا رب. عملوا معايا 7 اكياس من نص كيلو ما شاء الله، وكمان انا مزوده في الاكياس، لو كنت قللت كانوا هيدوا معايا كمان كميه حلوه عن كده. بس انا عشان يعني ايه قلت يلا يعني يلا ها احنا اللي عاملينه يلا مش مشكله خليها علينا ناكل العيد. ما شاء الله الحله بتاعتنا زي الفل، ولا شطت ولا اتحرقت ولا اي حاجه، عشان خاطر احنا موطين النار عليه، وعشان كمان احنا ايه عارفين امتى هنفتح عليه وامتى هنزود له الميه بتاعته. ولو عايزه اقول لك لو الميه نقصت زودي عليها ميه سخنه، اوعي ابدا تزودي عليه ميه ايه ميه ساقعه. والبليله بتاعتنا كمان فشرت اهي وبقت زي العسل وزي السكر. يلا بقى وبردت برده كمان خالص اهي بقت دافيه. هبتدي برده ان انا اعبيها في الاكياس. طبعا يا نهى انت معبيه 2 بس ليه؟ عشان ما شاء الله احنا كلنا منها احنا كلنا منها ريباني كلوا، عملتها لهم يعني وكلوا. يلا بقى مين اللي نسي يحط اللايك؟ مين اللي نسي يحط اللايك؟ يلا اعملوا لايك واعملوا شير كمان. اشتركوا في القناة وفعلوا زي التنبيهات، واكتبوا في الكومنتات صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا بقى واحلى فول غرفناه بقى واحلى بليلة واحلى فول. عايزه اقول لكم البليله حطيت عليها معلقتين نشا قهوة. وحطيت عليهم نص كوبايه لبن وسخنتهم، وما شاء الله طلع لي احلى طبق بليله ممكن تاكليه. لو مش عايزه تحطي النشا خلاص ما تحطوش عادي. وزودت بقى الوش كده عادي بشويه زبيب وشويه قرفه، احنا بنحبها بالقرفه عشان بيبقى طعمها حلو قوي بصراحه. والفول بتاعنا حطيت له بقى زيت حار بقى مش عايزه اقول لكم، وحطيت له كمان بالدقه بتاعه الليمون اللي احنا كنا مخلين. لو لسه ما خليتيش الليمون انزلي شوفي وصفه الليمون هتعجبك قوي. انا متاكده. عايزه اقول لكم البليله كانت طعمها تحفه، والفول كان طعمه فظيع فظيع فظيع. والله لو مش هتاكلي هتاكلي. عايزه اقول لك حاجه انت عاملاها في بيتك ضمناها حاجه نظيفه، انت واثقه انت عامله ايه والله العظيم. يعني انا مش عايزه اقول لكم هم اصلا ما بيغسلوش الفول، مش ما بينقعوش، لا ما بيغسلوش اصلا الفول. فهاتيه انت واعمليه بنص كيلو، هتدلعي بيتك كله وهتبقي عارفه النظافه بتاعته انت عامله ازاي. بصوا ما شاء الله لونه وجماله، ولا حاطين له الوان صناعيه ولا اي حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتعملوا لايك. اشتركوا في القناة وفعلوا زي اشوفكم بقى في التنبيهات. فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.